السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم احلى واجمل واسرع بيتزا في البيت باسهل طريقة واقل المكونات. شايفين ما شاء الله الجمال معايا؟ هنعمل بقى بنص التكلفة اللي بنشتري بيها البيتزا من بره. اهم حاجة يا جماعة تكون العجينة بتاعتنا مظبوطة والصلصة مظبوطة، اما الحشو بقى ده اختياري زي ما انتوا عايزين. اهم حاجة تشتركوا معايا في القناة وعشان تشوفوا مني كل جديد. انا وصفاتي سهلة وجميلة وبسيطة، اتمنى تعجبكم باذن الله، واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. هنجيب بقى بوله معانا كده وننزل فيها بنص كوبايه من الحليب الدافي، وننزل عليها معلقه صغيره من السكر وربع معلقه من الملح واتنين معلقه صغيره من الخميره الفوريه زي ما انتوا شايفين معايا كده. ونبدأ بقى نقلب معانا كل الحاجات دي مع بعضيها كده بالشكل ده. بس انا لقيت عندي البولة كبيرة فبدأت نقلتها في بولة تانية كده بالشكل ده. ونبدأ بقى نقلب كل حاجة كده ونسيبها بقى 10 دقايق تختمر. اما لو انتوا متأكدين من الخميرة بتاعتكم اشتغلوا فيها على طول. انا طبعا متأكدة من الخميرة فبدأت بقى نزلت معايا بكوباية ونص من الدقيق. ونبدأ بقى نقلب معانا بقى المكونات كده بالشكل ده. اهم حاجه يا جماعه معايا نعجن كويس جدا العجينه بتاعتنا دي. كل ما تعجني في عجينه البيتزا دي هتطلع معاكم عجينه طريه وجميله وهشه كده وخفيفه. نمشي على المقادير مظبوط والطريقه مظبوطه وان شاء الله تطلع معاكم جميله زي ما هي طلعت معايا كده بالشكل ده. اهم حاجه مرحله العجن يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده، لازم نعجنها كويس جدا نديها كده حقها في العجن. ونبدأ بقى ننقلها معانا في بولة اصغر شوية، ونجيب بقى معانا معلقة من الزيت كده ونبدأ ندهن بقى العجينة دي تاني، ونبدأ نعجنها بقى على خفيف بس مجرد بس المكونات تندمج مع بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. والعجينة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بدأت تكون طرية وخفيفة زي ما انتوا شايفين كده، ويكون فيها عرق كده. شايفين ما شاء الله اما افردها معايا العجينة ماسكة نفسها وكل حاجة. لو حطينا صباعنا كده فيها بتمط، ان نسيبها بقى نغطيها ونسيبها في مكان دافي لما تختمر معانا. وده شكلها بعد ما اختمر. ده مش عايزاها اختمار كامل يا جماعه، عايزاها تكون نص تخميره كده بالشكل ده. نبدا بقى نطلع الهواء اللي فيها زي ما انتوا شايفين معايا، ولازم تمشوا على الخطوات مظبوطه عشان الطريقه تطلع معاكم مظبوطه يا جماعه. ونبدا بقى نجيب معانا صينيه كده بالشكل ده ونفرد بقى العجينه من جوه لبره. نفردها بالشكل ده كده عشان مش يكون من الوسط خفيفة ومن الاحراف تخينة، لا زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اعجنها كده بالشكل ده وابدأ افردها في الصينية كويس جدا اهو يا جماعة. امشوا على المقادير مظبوط وان شاء الله تطلع معاكم جميلة وكويسة وتطلع احسن من بره كمان. ودي حاجة عاملينها في البيت ومضمونة وعارفين احنا عاملينها ازاي ومكوناتها جميلة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بدأنا نفردها بالشكل ده، نسيبها بقى 10 دقايق ولا حاجة في الصينية على ما نبدأ نعمل معانا الصلصة. الصلصة بقى يا جماعة معلقتين من الزيت وثلاث اربع فصوص من التوم كده حسب حجم التوم اللي معاكم. ده معلقه كان من التوم كده، معلقه كبيره. ومش تقلبوها بس يا دوب حاجه بسيطه كده تطلع الريحه بتاعتها. ونبدا بقى ننزل عليها بقى بالصلصه بتاعتنا. عايزين نحط طماطم فريش وتسبكوها فيها مفيش مشكله، بس انا كان عندي صلصه فبدات احط كده. حطيت 3 معالق كده من الصلصه، وطبعا انتوا اللي مزودين الكميه زودوا برضو المقادير معاكم يا جماعه. ونبدا بقى ننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا، زعتر وملح وكمون وسكر وشويه بابريكا كده بالشكل ده. وننزل بقى عليهم بالصلصه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين معايا. ونقلب بقى معانا كل الحاجات دي مع بعضيها. وانتوا طبعا يا جماعه لو بتحبوا زيت الزيتون زودوا زيت زيتون، انا ما بحبش زيت الزيتون فعملتها بزيت عادي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. و5 دقايق ولا حاجه ونطفي عليها كده لما نلاقي الصلصه معانا اتسبكت اهو زي ما انتوا شايفين. والبيتزا ما بتحبش الصلصه الكتير يعني يا دوب حاجه كده هندهن بيها الصينيه. وهنبدا بقى نجيب معانا الصينيه ونخرمها كده بشوكه بالشكل ده، نفرغ الهواء اللي فيها. ونعجن بقى معانا الصلصه دي نحط فيها بقى الصلصه بتاعتنا، نحطها على الوش كده بالشكل ده. انتوا حابين تزودوا الكميه زودوا. والجبنه الموتزاريلا ده اختياري، انا حبيت احطها كده بس ده طبق مش مهمه. والحشو طبعا زي ما قلت لكم قبل كده اختياري زي ما انتوا عايزين. انا بدات احط فيها لانشون كده بالشكل ده يا جماعه اهو. وبنتي هنا صممت اللي هي تحط جبنه موتزاريلا، قلت لها حطي يا وقت. بدات بقى تحط شويه لقيتها هتعك الدنيا، قلت لها لا ارجعي انت بقى. وجيت بدات احط اهو الجبنه الموتزاريلا زي ما انتم شايفين. كتروا الجبنه الموتزاريلا وندخلها بقى الفرن على درجه حراره
تكون سخنه مسبقا. اهم حاجه درجه حراره الفرن تكون عاليه يا جماعه قبل ما البيتزا تدخل. اول ما تدخل كده نبدا نهدي عليها النار شويه، والبيتزا معايا ما بتاخدش وقت، 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. وزي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله شكلها جميل جدا، ومش هتحتاج معاكم تفتحوا الشوايه ولا اي حاجه. اما لو لقيتوا لونها لسه فاتح كده فافتحوا الشوايه دقيقه بس ودقيقتين هتستوي معاكم. زي ما انتم شايفين كده معايا ما شاء الله الشكل جميل ازاي، وهتطلع معانا بكل سهوله كده، مع ان الصينيه بتاعتنا الومنيوم يعني مش سيراميك مثلا او تيفال او كده بتطلع بسهوله. لا ما شاء الله الومنيوم بدات تطلع معانا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، بتجيبوها من بره هتكون بالشكل ده، ولا الطعامه دي جميله جدا يا جماعه، هتعجبكم باذن الله. واهم حاجه اذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتابعوا قناتي هتشوفوا مني كل جديد بمكونات بسيطه وسهله وخفيفه وبأقل التكاليف. زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نقطعها بالشكل ده مثلثات. هنقطعها كده يا جماعه زي ما انتم شايفين ما شاء الله بتقطع معانا بكل سهوله كده، والعجينه معايا بتمط. بس انا للاسف الشديد وانا كنت عماله اطلعها كده بوريكم مطه الجبنه الموتزاريلا، لقيتها الكاميرا مش مصوراها، بس اهوت خلاص. وبوريكم التسويه بتاعتها من تحت كده. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدا يا جماعه، جميله جدا اهو ما شاء الله. بس انا للاسف زي ما قلت لكم قبل كده ما الكاميرا ما ظهرتش معايا طريقه التصوير. وهنا بنتي برضو حابه تشاركني في كل حاجه وعايزه تعمل معايا، انا عايزه اعمل معاكي واشيل معاكي اهو. لازم تشاركوا معاكم اطفالكم.